الخوت اليوم عاوتاني فريق الجيش الملكي، فريق كيفوز على فريق النهضة البركانية بهدفين لواحد وفي بركان. في الحقيقة فريق الجيش الملكي فريق يستحق اللقب ويستحق لبس ثوب البطل. فريق كيفوز خارج وداخل الملعب ديالو، وبغض النظر على نوعية الفرق اللي كينافس، فهو فاز على الوداد، فاز على بركان، فاز على الفتح، فاز على أندية قوية، وحتى فريق الرجاء البيضاوي راه كان غيربحو لولا شاهدنا الشيء اللي وقع. اذا فريق الجيش الملكي بحق اليوم لعب كره نقيه، لعب كره زوينه كيف كنشوفوا مع ربح بركان وسط بركان. والجميل في الفريق الجيش الملكي انه فريق كيفوز بطريقه مشروعه بدون اي شبهات تحكيميه. اذا لاحظتوا ان جميع المقابلات اللي لعبها فريق الجيش الملكي واللي فاز بها هي غالبا كتخرج فوز مستحق، واللي كتفوز بثلاثيات ورباعيات وخماسيات. فريق الرجاء البيضاوي فريق صعيب عليه في الحقيقه انه ينافس الفريق الجيش الملكي، نظرا لتوسع النقاط، وصلوا ل 4 النقاط. ونكونوا واقعيين، فريق الرجاء البيضاوي كيلقى صعوبه كبيره في الفوز خارج الديار ديالو او خارج القواعد ديالو، خصوصا على الانديه حتى وان كانت متوسطه. انا في الحقيقه كنتوقع ان فريق الرجاء البيضاوي ما غاديش يربح فريق الفتح البيضاوي، والايام بيننا. خوتي خليونا في جيم لايك، خليونا كومونتير ديالكم شنو بالكم في هذا البلان ديال لي فار. شكون هو الفريق اللي غيقدر يحبس الجيش الملكي في نظركم في هذه السته ديال المقابلات المتبقيه؟